الحكاية اللي هقول لكم عليها مش عادية. دي حكاية غدر وخيانة بأبشع صورها. حكاية عن صداقة انهارت لما الحقد دخل القلب، اتحول لحاجة مسمومة. قصتنا النهاردة بجد درس كبير للكبار والصغيرين، وحقيقي كان لازم كل واحد فينا يسمعها كويس، خصوصا الصغار، علشان يتعلموا أهمية الحذر وإزاي نكون عارفين مين اللي حوالينا ونصاحب مين. حابب تعرف قصة نجلاء ونورهان والغدر؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2021 قصتنا في كفر الدوار، محافظة البحيرة في مصر. مين بطلتنا؟ بنت اسمها نجلاء نعمة الله بدوي. عمرها 21 سنة، قلبها مليان حب وطيبة وما تعرفش الأذى نهائي. كل حاجة حلوة فيها جميلة كده وأخلاقها أجمل وأجمل. نجلاء كانت طالبة جامعية، بس ما كانتش بنت عادية. البنت دي كانت كأنها الملاك اللي بيلف على الناس يساعدهم ويطبطب عليهم. كانت بتجمع التبرعات من اللي عندهم خير توصلها للفقراء والمحتاجين. وكل الناس في كفر الدوار كانوا يعرفوها ويحبوا روحها الطيبة. في العيد كانت بتروح للجزارين تاخد منهم لحمة الأضحية تديها للناس اللي مش قادرين يضحوا. وحتى على الفيسبوك كانت بتجمع تبرعات للفقراء. بجد إنسانة عظيمة بمعنى الكلمة، لدرجة إن حتى العيال الصغيرة كانوا بيحبوا يلمحوها في الحديقة عشان تديهم بالونات وحلاوة. في ناس هتقول أكيد البنت دي غنية وعندها فلوس كتير، بس لا، والله نجلاء كانت من عيلة متواضعة جدا، وكانت شغالة في أكتر من وظيفة عشان تصرف على نفسها وتساعد الناس. نجلاء دي بقى كان عندها صديقة أو صاحبتها الأنتيم زي ما بنقول، اسمها نورهان. صاحبتها دي بقى كانت على النقيض تماما. نورهان كانت غريبة كده، كأنك من أول ما تشوفها قلبك بيقول في حاجة مش مريحة. عيلة نجلاء وكل أصحابها كانوا حاسين بكده إلا نجلاء نفسها، اللي كانت شايفاها طيبة وقالت انتوا فاهمينها غلط، هي كويسة وبنت جميلة. نورهان كانت شايفة في نجلاء بنت مشهورة الكل بيحبها، فحبت تتقرب منها، بس ما تعلمتش منها الطيبة والتواضع. بالعكس، كانت طول الوقت بتحقد عليها، بتغير منها، وقعدت تمثل الصداقة والحب على نجلاء لمدة 5 سنين. 5 سنين وهي معاها وبتضحك في وشها، وهي في الحقيقة بتكرهها وبتحقد عليها. نجلاء كانت شايفة في نورهان صاحبة بجد، كانت بتحبها وبتجيبها بيتها، تديها لبسها واكسسواراتها، اي حاجة تطلبها كانت بتوفرها ليها. بس نورهان كانت عاملة فيها صاحبة وفي قلبها غيرة وحقد محدش يعرفه. في يوم من الأيام نجلاء كانت رايحة لنورهان طايرة من الفرح. مفيش حاجة في الدنيا كانت قادرة توصف سعادتها. أصلها أخيرا لقيت وظيفة كانت بالنسبة لها زي الحلم، وظيفة محترمة كده في مركز طبي مشهور، شغل سكرتيرة في عيادة دكتور عيون فتح عيادته في المركز ده. كانت مبسوطة جدا بالوظيفة دي، والشغل كان في مكان شيك جدا، ومركز ما يروحوش غير الناس اللي معاهم فلوس كتير. فالدكتور كان بيعاملها باحترام وكرم، وكان بيديها مرتب كبير وعمولة يومية. المهم، نجلاء اتحسن وضعها المادي بسبب الشغلانة دي، لدرجة إنها لما بدأت تجمع في فلوس كانت بتقول لنورهان على كل حاجة، حتى إن هي لما جابت سلسلة ذهب كانت بتفرجها عليها وكأنهم إخوات. بس الموضوع بدل ما يخلي نورهان تفرح لنجلاء، لا، كان بيغلي قلبها وبيحسسها بغيرة ملهاش حل. على الرغم من كده نورهان قدرت تمسك نفسها، وكان كل اللي بتعمله إن هي بتمثل إن هي مبسوطة عشان صاحبتها وعلشان نجلاء بقت مرتاحة في حياتها. فضلت تمثل لمدة 5 سنين. 5 سنين وهي مخبية غلها وحقدها عليه. طول الوقت ده مستنية أي فرصة عشان تتخلص من نجلاء نهائيا، أو تحس إن هي أحسن منها. جت اللحظة بقى اللي قلبت الدنيا.
في نص سنة 2021 الامتحانات قربت. نجلاء كانت مضغوطة جدا وعندها امتحانات في الجامعة، فقالت لازم تاخد أجازة علشان تركز وتذاكر. راحت للدكتور، شرحت له الوضع. هو كان متفهم جدا وقال لها مفيش مشكلة، بس بشرط إن هي تجيب حد مكانها بشكل مؤقت، وطبعا أول ما تخلصي هترجعي تاني. أول ما فكرت نجلاء كانت في نورهان صاحبتها. راحت وقالت لنورهان أنا محتاجاكي. ونورهان كانت متحمسة في الظاهر، لكن في قلبها بتقول ليه لا، فرصة أريح نفسي شوية وآخد مرتب حلو. أول ما دخلت نورهان العيادة وتعرفت على الجو، شافت المكان واتفاجئت. شغل في بيئة راقية، تكييف على طول، مفيش زحمة أو عياط. والدكتور نفسه كان شاب وسيم جدا وهادي، وبيسكت لو حد رفع صوته أو غلط فيه. نورهان كانت مبسوطة لأن هي قالت كده أنا مش هشتغل في محل أو تحت الشمس، لا، إن أنا هشتغل في مكان راقي وفيه ناس. حست إن هي في حلم. الشهرين اللي قعدتهم خلوها تتعود على الفلوس والأمان المادي. لكن كانت عارفة إن نجلاء هترجع بعد الامتحانات. الفكرة دي جننتها، وقالت لنفسها ليه نجلاء اللي تاخد كل ده؟ ليه أنا مش من حقي إن أنا أكون هنا بدلها؟ في يوم من الأيام نورهان قررت تنفذ خطتها السوداء الغداوية. بعد ما قعدت تخطط مع شابين اسمه أحمد ومحمد، اللي هم شباب في سن صغير جدا. حددوا اليوم اللي الطبيب مش هيكون فيه موجود في العيادة. بالفعل جت نورهان العيادة ومعاها شوية شوكولاتة وعصير، وكانت عاملة نفسها جاية زيارة ودودة لصاحبتها. نجلاء طبعا كانت رجعت شغلها وكانت قاعدة لوحدها وحاسة بالملل، وبمجرد ما شافت نورهان استبشرت وفرحت إن هي مش هتقضي اليوم لوحدها، وقالت والله ده شيء كويس إنك جيت. كنت قاعدة زهقانة، لا دكتور ولا مرضى زي ما تقولين كده، يعني عندي ملل وضيقة خلق. فضلت نورهان تقول ليها اشربي العصير، لكن نجلاء قالت مش جاي لي نفس للعصير دلوقتي. بعد شوية دخل العيادة الشابين الصغار وقالوا إن هم عايزين يحجزوا عند الدكتور. نجلاء استغربت لأن شكلهم مش من الناس اللي هتقدر تدفع تكاليف العيادة الفخمة دي، لكن برضه حجزت ليهم، دفعوا الفلوس كاش. طبعا الشباب دول كانوا أحمد ومحمد، اللي كانوا داخلين يعملوا نفسهم مرضى عشان ينفذوا الخطة اللي متفقين عليها هم ونورهان. نورهان بعتت ليهم رسالة مختصرة وقالت ليهم العيادة فاضية. كان المفروض إن نجلاء تكون شربت العصير واتخدرت ونامت، لكن ده ما حصلش. فهنا نورهان اضطرت تتصرف بسرعة، وقامت من كرسيها وبصت في تليفونها كأنها قرت خبر مش كويس. مسكت نجلاء وقالت لها تعالي، عايزة أقولك على حاجة مهمة في أوضة الدكتور. نجلاء حست إن الموضوع غريب، قالت لها ايه اللي خلاكي تتوتري كده؟ نورهان مسكت نفسها وقالت بصوت كده خفيف مش هعرف اقولك قدام المرضى، تعالي معايا جوه اوضه الدكتور، موضوع ما ينفعش حد يسمعه غيرنا. نجلاء دخلت معاها، وقبل ما تستوعب اللي بيحصل كانت نورهان بتشتكي من خطيبها في كلام عادي جدا. استغربت نجلاء وقالت لها هو ده الموضوع اللي مستعجلاني فيه؟ وانا فاكره ان في كارثه كبيره حصلت. بس اول ما نجلاء حاولت تخرج من الغرفه كانت نورهان مصره تمنعها، فبدا الشك يدخل لقلب نجلاء. خرجت نجلاء من الاوضه وهي رايحه ناحيه الكاشير، لكنها لقيت احمد ومحمد فاتحين الصندوق وكانوا بيحاولوا ياخدوا الفلوس اللي فيه. صرخت نجلاء بكل قوتها، لكن هم هجموا عليها قبل ما تلحق تستنجد بأي حد. حاولت تصرخ تقاوم تقول نورهان الحقيني، لكن نورهان واقفة بتتفرج ساكتة، وكانت بتبص ليهم بحقد وكأنها بتقول لهم خلصوا، الله يخرب بيوتهم. وفي لحظة نورهان صوتت وقالت لمحمد اقتلها. نجلاء اتصدمت من اللي سمعته وقالت ليها ازاي تقولي كده؟ انت معاهم، انت تعرفيهم، حرام عليكي. وكان الكلام ده عامل استفزاز لنورهان، اللي في اللحظة دي خلاص قررت ان هي مش هتتراجع. محمد قعد يخنق في نجلاء بحجابها، ونورهان بدأت تضربها وبتساعده، وبعدها خدت حاجة وطعنت بيها نجلاء من غير رحمة.
بعد ما خلصوا جريمتهم البشعة دي سرقوا كل اللي مع نجلاء، حتى الهدية اللي كانت شارياها لعيلتها خدتها نورهان، وخرجوا من العيادة بعد ما كسروا الكاميرات عشان ما فيش حد يقدر يشوفهم. مع نهاية اليوم زملاء نجلاء في المجمع الطبي حسوا إن في حاجة غلط، سألوا هي راحت فين؟ راحت فين نجلاء؟ هي كانت هنا بس ما شفناهاش بتخرج. دخلوا العيادة بسرعة بتاعة الدكتور ودوروا عليها، لقيوها مرمية على الأرض في بركة من اللون الأحمر. الدكاترة بسرعة بلغوا الشرطة اللي جت وعرفت إن الحكاية دي مش بس سرقة، دي جريمة قتل مخطط ليها. الشرطة جمعت كل الأدلة، وبما إن كاميرات العيادة كانت متكسرة فالشرطة قررت تراجع كاميرات المجمع بالكامل، من بوابات المجمع للممرات وسلالم الطوارئ، كل مخرج ومدخل يوصل للعيادة. فرغوا الكاميرات كلها، لقيوا في التسجيل ان فيه بنت دخلت العياده وشابين لاحقينها من بعيد، وبعد حوالي نص ساعه خرجوا الثلاثه وهم بيجروا مع بعض. لما سالوا الناس اللي في المجمع عن الثلاثه دول اتعرفوا على البنت، قالوا ان هي نورهان صاحبه نجلاء الصدوقه. تخيلوا الكارثه، الشرطه كانت بتدور على نورهان ودي في نفس الوقت عاملة نعي النجلاء على الفيسبوك، حاطة صورتها وكاتبة كلام مؤثر وكأنها بتواسي نفسها وأهلها قدام الناس. كان واضح إن هي بتعمل كده عشان تبرأ نفسها، كأنها مش عارفة حاجة عن البصمات ولا تحديد المواقع، ولا حتى فاكرة إن المجمع كله متراقب بالكاميرات. لكن الجريمة كانت واضحة، وبعد ساعات قليلة الشرطة كانت واقفة على باب بيتها. في التحقيقات اللي استمرت 8 ساعات انهارت نورهان واعترفت بكل حاجة، دلتهم على محمد وأحمد. صدمتهم كانت كبيرة في نورهان وكل العيلة كانت مذهولة، وكفر الدوار كله كانت في حالة من الحزن والغضب يوم جنازة نجلاء. الناس الغلابة والأطفال والأغنياء الكل كان بيعيط عليهم. منظر والدها ووالدتها كان يقطع القلب. الأب كان واقف قدام المحكمة مصمم إنه مش هيتحرك لحد ما يشوف حكم الإعدام بيتحقق، والأم كانت بترفع إيديها بالدعاء على القتلة وتقول إن ربنا وحده اللي عارف الألم اللي أنا عايشة فيه. وبعد كذا يوم من التحقيقات نورهان ندمت على اللي عملته، اعترفت قدام الشرطة وقالت إن ما كنتش متخيلة إن الموضوع يوصل للقتل. إحنا كنا عايزين بس نسرق شوية الفلوس اللي موجودين في العيادة، لكن طبعا الندم ما ينفعش في الوقت ده. وبعد ما النيابة حكت تفاصيل الجريمة في المحكمة، القاضي قال كلمته النهائية، حكم عليهم بالإعدام على نورهان ومحمد، ونقل أحمد لسجن الأحداث لأنه كان صغير برغم أنه هو يستاهل الإعدام معاه. لما القاضي نطق بالحكم الناس اللي كانت في المحكمة صرخوا وهم فرحانين، أهل كفر الدوار حسوا أن العدالة اتحققت. القصة دي فيها دروس كتيرة، وأولهم درس لأمثال محمد وأحمد اللي خدوا في قلبهم وتسرعوا بدون تفكير، وإن هم راحوا وكانوا أداة في إيد نورهان وخلصوا على نجلاء. ومهما كنت بتحب حد لو حابب تقف معاهم ما تضيعش نفسك، اسمع صوت العقل وما تخربش على نفسك. أما الرسالة التانية فهي للناس الطيبين زي نجلاء، اللي بيسيبوا الدنيا زي ما هي من غير ما يتعلموا منها، اللي قلوبهم بيضة بزيادة وبيثقوا في الناس بسهولة. بلاش السذاجة، لازم نكون حذرين حتى من أقرب الناس لينا. لازم نحمي نفسنا، وتعرف إن مش كل حد بيبتسم في وشك يبقى صديق وحبيب. خلي عندك وعي إن الحذر مطلوب، ده مش معناه تبقى شكاك وتشك في كل اللي حواليك، لا، الحذر هيساعدك تكتشف الوشوش الحقيقية للناس. وأخيرا أنا بشكر كل اللي سمع القصة، ودي كانت حكاية مؤلمة جدا بالنسبة لي بس فيها عبرة. أتمنى إن هي تكون عجبتكم وأثرت فيكم. ما تنسوش اللايك وتشتروا وتفعلوا زر التنبيهات، وأقول لكم إن أنا فخور بكم جدا، وكان معاكم عمرو سليمان، وفي أمان. مع السلامة.